أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهر للأبراج. أهلا بيك يا امرأة برج العذراء. النهاردة هنتكلم عن النصف الثاني من شهر أكتوبر اللي يبدأ بكرة إن شاء الله يوم 15 أكتوبر حتى 30 أكتوبر لعام 2023. القراءة دي هنتكلم فيها عن الطاقة العامة لامرأة برج العذراء وأهم الأحداث اللي في حياة امرأة برج العذراء. طبعا لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. امرأة برج العذراء حدث هيقلب حياتك وقصة تنتهي نهاية سعيدة، قصة عاطفية هتنتهي نهاية سعيدة بعد زعل، بعد خصام، بعد بعد، بعد مشاكل، لكن نهاية هذه القصة هتكون نهاية سعيدة ونهاية رومانسية. وفي حدث هيقلب حياتك للأحسن، في تغيير جوهري في حياتك الفترة اللي جاية دي يا امرأة برج العذراء. هنتكلم عن الطاقة العامة لامرأة برج العذراء ومدى القوة الخافية في جذب كل خير لامرأة برج العذراء. امرأة برج العذراء، الطاقة العامة ليكي في هذه الفترة النصف الثاني يعني هتكون عنديكي الطاقة العامة، هيكون مسيطر عليكي البحث عن نهاية أي خلاف، البحث عن نهاية أي خلاف. هتكوني مصممة إنك تصطلحي مع نفسك ومع الآخرين. هتكوني كمان عندك القدرة على إقناع الآخرين بإنهم يتنازلوا عن المشاكل ويتنازلوا عن الخلافات، فهتكوني عبارة عن عامل ناجح في مساعدة الآخرين في حل المشاكل. هيكون عندك القدرة على الطبطبة والحنية، هيكون عندك القدرة على التسامح ومسامحة الآخرين، هيكون عندك القدرة على العمل الجاد في الفترة دي. هيكون عندك حدث هيقلب حياتك 180 درجة وهو مفاجأة سارة ليكي. قصة كانت تعتبر منتهية ولكن نهايتها اتكتبت نهاية سعيدة. يعني بالنسبة للمنفصلين أو المخطوبين ولسه ما اتجوزوش أو المتزوجين وبينهم مشاكل أو خلافات، هيكون هذه نهاية الخلافات في النصف الثاني من أكتوبر. رجوع المنفصلين، الحب للمنفصلين، الزواج للمنفصلين أو الزواج يعني نقول للناس اللي لسه ما اتزوجتش، أو كمان حدوث مصالحات للناس المختلفة مع بعض. فهيكون عنديكي النصف الثاني هو بصراحة أحلى نصف في الشهور، وهو المصالحة بينك وبين الآخرين. والمشاكل التي كانت قائمة بينك وبين الحبيب سوف تنتهي إلى الأحسن وتكتتب بنهاية سعيدة يا امرأة برج العذراء. كمان امرأة برج العذراء هيكون عندك الفترة دي الرغبة في السفر، يعني نفسك تسافري، نفسك تروحي مكان جديد، نفسك تشتغلي في مكان جديد. فالبعض منكم هيكون بالفعل عنده رغبة شديدة انه يسافر، ولكن يعني انصحك ان السفر تأجليه لما بعد او فيما بعد، مش لازم النصف ده يا امرأة برج العذراء. كمان امرأة برج العذراء هيكون عندها القدرة على التفاوض في حل المشكلات زي ما قلنا، وفي كسب المال، وفي عمليات البيع والشراء. هيكون عندها قدرة على البيع والشراء والمكسب السريع والمكسب المالي. فهي فترة جميلة لامرأة برج العذراء، ولكن ابعدي أيضا عن الحاسدين وابعدي عن إنك تقولي عن أسرارك. يعني يا ريت تعملي كل شيء في تقضي حوائجك بالكتمان، وبلاش تعلن كل أفكارك أمام الآخرين لئلا تجلب ليك طاقات التعطيل وطاقات الحسد، لأن كل إنسان موجود حواليه تردد وهو تردده. فلو أنت فكرت في الخير هتأتي إليك الخير، فهتجذب إليك الخير، هتجذب إليك المال، هتجذب إليك كل شيء جيد. وإن فكرت بطاقة سلبية أو اتحدت مع ناس عندهم أفكار سلبية هتجذب إليك كل الطاقات السلبية. فخلي بالك يا امرأة برج العذراء. امرأة برج العذراء، أنا مش هطول عليكي، ولكن لو عجبك الفيديو شرفيني بالاشتراك، وإلى اللقاء.